قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين ربنا ينصرهم. امبارح بتاريخ 29 فبراير 2024 كنت في آخر رحلة طالعة من سيدي جابر باتجاه المنتزه على قطر أبو قير، القطر اللي يعتبر واحد من معالم اسكندرية اللي بيوصل ما بين محطة مصر في وسط اسكندرية بأبو قير في شرقها. قطر أبو قير شغال في اسكندرية من سنة 1854، يعني تقريبا بقاله 170 سنة، والنهاردة كانت آخر رحلة ليه عشان هيتم البدء في مشروع جديد وهو مشروع مترو اسكندرية. هيتم بعد كده فك قضبان القطر وبداية العمل على مترو أبو قير، واللي هيضم 20 محطة، أولهم محطة مصر وآخرهم محطة أبو قير. ودي بس هتكون المرحلة الأولى، لأن متوقع إن القطر يمتد بعد كده لغرب اسكندرية ناحية العجمي والكيلو 21. المحطات اللي هتكون على المترو هي نفس ال16 محطة الأساسية، ما عدا محطة الرمل الميري، ودي هتتلغي بسبب قربها من محطة فيكتوريا. وهيتم إضافة 5 محطات جديدة اللي هما باب شرق وسبورتنج وكفر عبده ومحمد نجيب وميامي، اللي هما باللون الأبيض في الصورة، ويبقى كده معانا 15 محطة قديمة و5 محطات جديدة. مسار المترو هيكون سطحي من محطة مصر لحد محطة الظهرية، والمسافة دي مفيهاش أي مزلقانات خالص، ولكن من أول الظهرية هيكون علوي عشان يقدر يعدي التقاطعات بسهولة. متوقع إن المترو هيسهل كتير حركة النقل في اسكندرية بسبب إنه هيقلل مدة الرحلة للنص تقريبا، وزمن التقاطر هيكون 2.5 بدل ربع ساعة، ولكن مقرر تنفيذه تقريبا خلال 3 سنين، وهتكون الشوارع فيها زحمة جدا أكتر من العادي في اسكندرية للأسف. ولما المترو يتعمل هنبقى نصور منه فيديو إن شاء الله.